ده، فتعين بعدها قائد للقوات الخاصة وللصاعقة والمظلات، ودي كانت أول وآخر مرة قائد يجمع الثلاث قوة دول، وبرضه كان متميز في النقطة دي. وفضل قائد للقوات الثلاثة من سنة 67 لسنة 69. وفي أثناء حرب الاستنزاف كانت إسرائيل بتعمل عمليات خاصة على منطقة البحر الأحمر، فكانت بتخطف مدنيين وتدمر منشآت وتهرب، فكلف الرئيس عبد الناصر الفريق الشاذلي بحماية المنطقة دي، وبالفعل قدر يحمي المنطقة دي من هجمات الإسرائيليين عن طريق إن هو عمل حظر تجوال من بعد الساعة 6، وقال أنا لو نشرت قواتي في المنطقة كلها تبقى ضعيفة في كل مكان، لكن أنا همركزهم في مكان واحد عشان تبقى قوية في المكان ده. ومع خططه دي قدر يوقف العدوان الإسرائيلي على منطقة البحر الأحمر. ومن أشهر معاركه أثناء حمايته للمنطقة دي كانت معركة شدوان، وبرضه قدروا ينتصروا فيه. وفي سنة 69 بعد استشهاد عبد المنعم رياض واللي كان رئيس أركان حرب في الوقت ده لما كان بيتفقد خط بارليف واستشهد هناك، فعين عبد الناصر أحمد إسماعيل بداله رئيس أركان حرب. فلما عرف الشاذلي